إخوان، السلام عليكم. قبل ما نبداو التصوير ديالنا لملعب طنجة الكبير، نخبركم بقصة طريفة حدثت لهذا الدرون، حيث في آخر مرة أطلقنا فيها الدرون لتصوير ملعب طنجة الكبير، تمكن أحد الصقور المتواجدة بالمنطقة بالانقضاض عليها، ظنا منه أنها حمامة، لكن لحسن حظنا سقطت في مكان تواجدنا، فتمكنا من الحصول عليها معطلة فوق شجرة. لهذا كنصح أصحاب الدرون من أخذ هذا الحدث في الاعتبار. فلنلتقط أولى الصور الحديثة للقرية الرياضية النموذجية المحيطة بملعب طنجة الكبير. فهذا مسبح أولمبي كبير ذو جودة عالية حسب المواصفات الدولية. أما هذا فهو ملعب التنس الكبير، يتوفر على أرضية ذات جودة عالية ومدرجات محيطة به من 4 جوانب. مالك رجعتي؟ عييتي؟ سير شوف لي ملعب طنجة. إذن فهذا هو ملعب طنجة الكبير، الملعب الأسطورة اللي غادي يخلي الكراغلة والصبع الأزرق بلا نعاس. إن شاء الله أول ملعب قاري ودولي سيكون مغطى بالكامل ذو مواصفات عالمية حسب متطلبات الفيفا والاتحاد الدولي لكرة القدم. ها هو رجع تاني عاوتاني، باقي ما ساليتي. سير شوف لي الهيكل الخارجي للملعب. إذن في الأشغال سارية على قدم وساق لإحاطة الملعب بهيكل فولاذي غير قابل للصدأ، الذي سوف يتم فيما بعد بتغطيته بالكامل بألواح من الألمنيوم أو ما يصطلح عليها باللاصق ببانيل. الإخوان اللي قالوا بلا راه الأشغال توقفت حيت شافوا هذا المقطع هذا، الأشغال لم تتوقف. هذا نموذج وضعته الشركة وتم المصادقة عليه لتستأنف الأشغال فيما بعد، لأن الملعب لا زال بأشغال خاصة فوق السقف، فلا يمكن تغليف الملعب والأشغال لم تكتمل بعد في الداخل وفوق السقف. إخوان، لا تنسونا بالاشتراك حتى نوافيكم بباقي التطورات المستقبلية. الملعب سيكون جميلا وعالميا بإذن الله. هذا هو الشكل النهائي الرسمي بعد انتهاء الأشغال بإذن الله.